نسأل الدكتور كلى سؤال بسيط: ما هو أسباب الرئيسي للتناثر الكلوي؟ لكن الجواب صدمني. أغلب بالأطفال يكون مناعي، خلل وراثي، داء الذئب الإحمراري SLE، أو نشوانية الكلى، أو جود باستشر، أو روماتيز الدم ممكن يأثر على الكلى ويسبب هذا الشيء. أكو أسباب أخرى، مثلا الأخذ الأدوية بصورة صحيحة. يعني مرات احنا نشوف أسباب التناثر الكلوي يأتي من مسكنات، بعض المسكنات المستخدمة ممكن تأثر على الكلى وتسبب النفروتيك سندروم. بعض الالتهابات الفيروسية ممكن تدخل المريض يعني خروج بروتين عن طريق الإدرار. وبعض الأسباب تكون احنا نسميها مرضية بس هي بناين، يعني حميدة. مثلا إذا المريض دخل بالتهاب الدم الجرثومي، أو امرأة حامل، أو external exercise يعني رياضة عنيفة، ممكن يطلع بروتين كمية قليلة، بس هاي يعني ما يوصل مرات درجتها للنفروتيك سندروم، لكن تكون مقاربة كمية البروتين خلال 24 ساعة. بصراحة ما توقعت أسمع هذه المعلومة. لهذا السبب قررنا نتكلم عن الموضوع بالتفصيل مع دكتور علي عبد الرحمن الطباخ، الاستشاري في أمراض الكلى والمسالك البولية. تقدروا الآن تشوفوا الحلقة كاملة في البودكاست.